السلام عليكم البنات، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد المشتريات اللي خديت من مرجان. شريت شويه ديال الحويجات، منهم اكل للقطط ومحفظه للطفل، وزدت خديت بعض الحوايج الاخرين اللي غادي نوريكم وحده بوحده. خليكم معايا حتى الاخير ونشوفوا شنو خديت والاثمنه ديالهم وشنو اللي عجبني اكثر. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه ان شاء الله بحول الله. وكما كتشوفوا اول حاجه المهم شريتها اللي هي هذه خاصه كما نقولوا حنايا، خاصه بالدراري الصغار بالاطفال. عارفين هكا لونش بوكس كتجي زوينه صراحه. انا عارفه هذه ما صالحاش لونش بوكس، ولكن بيني وبينكم راها عمليه احسن من هذاك اللونش بوكس اللي كيكون كيتباع في سميتو مثلا في المدينه اولا في شي حاجه. هذه عمليه كتجيني ساهله صراحه. ها هي يعني تقريبا فيها جوج جهات. فيها هذه تقريبا خديتها ب 11 درهم من مرجان. هذه خديتها 11 درهم. كما كتشوف هذا هو القط ديالي، هذا هو اكيرو، هذا هو القطيطه ديالي. او ثاني حاجه كيت ديالي اللي هما هذا عباره عن كروكيت. الوزن ديالو 300 غرام. هذا كروكيت كيدير تقريبا 20 درهم. كما نقولوا هشيش، فيه بزاف ديال الحوايج، يعني تقريبا كما نقولوا فيه اللحم البقري والدجاج، يعني مصايب. ها هما دايرين لك هنا اللحم البقري والدجاج. يعني سي مرات ما كيكونش عندك الماكله ما كيكونش عندك مثلا الدجاج ولا الحوت ولا، وخصك دابا مثلا داك القطيط ديالك توكل على شي حاجه. المهم انا كنقترح بالنسبه للقطط الصغار، خصوصا هذا خاص بالقطط البرتقاليه كتشوفوا. المهم تقدروا ديروا حتى القطط الاخرين ماشي مشكل عادي. هذا اول حاجه. انا شريت جوج، هذا شريت جوج. ها هو كيجي داير. هذا هو اللي محبين القطط راهم عارفينه، كيجي على هذا الشكل هذا وكيبغيوه القطط بزاف. المهم هادو جوج كيعرفوا كل واحد كيدي حاجته، كما نقولوا حنا كل واحد كيدي مصروف ديالو. هذا راه مصروف، ربي العلي هذا راه مصروف. المهم المسؤوليه الثالثه اللي هي هذا فيه كيلو ونص. هذا كيدير قريبا 90 درهم. فيه الخضر، فيه الاسماك، فيه تقريبا ها انتما كما كتشوفوا القمح. يعني صراحه هذه ماركه زوينه بزاف وننصحكم بها. وبالنسبه اللي ما كيتوفرش عندهم يعني صراحه في السفر ولا في كل شيء، تقدروا ديروا مثلا تكونوا ماشي مسافرين ولا شي حاجه. خصوصا كاين اللي شي ناس كيديو معاهم القطوطه ديالهم للسفر، كيصلح مثلا هكذا في الازمات كما نقولوا حنايا. ضروري ديري الخضر، ضروري الحوت، ضروري السردين، ضروري الدجاج واللحم. ولكن كيبقى هذا بالنسبه للاوقات الصعبه نقولها لكم. ايوا كما كتشوفوا ما قلت لكم في الاول، كاين هذاك ديال المكافآت. هذا كيدير تقريبا 60 غرام. واعر البنات هذا زوين صراحه، فيه 60 غرام كيدير قريبه 11 درهم. زوين هذا القطيطات صراحه، واعر البنات، ما ننصحكم به حتى هو. زعما كاين هذا كنهضر على الناس اللي عندهم القطيطات وكيبغيو هكذا يعني يكونوا يعني ديال المنزل ونقيين وزوينين، ويعني يصلح لهم صراحه شي حاجه اللي زوينه. المهم حاجه كنت باغي نوريها لكم، اللي شريت شامبوان. هذا ماشي شامبوان، هذا جيل دوش ديال سميتو ديال الورد. واعر البنات تقريبا، هذا تقريبا راه كبير، يعني كيدير قريبا شي 40 درهم. رائحه الورد يا سلام، منعش، من الماركه ديال لوكس، راه معروفه هذه الماركه هذه جدا جدا. وما نقول لكم صراحه ريحته شحال زوينه وكتبقى في الجسم مده طويله. وحاجه وحده اخرى اللي هي هاد الشامبوان حتى هو عاد شريته جديد، تقريبا شي سميتو خلاصه ماء الارز والنشا، يعني بالخلاصه ماء الارز والنشا كما كتشوفوا. هذا من اولترادوس، هذا عاد جديد حتى هو، عاد تبان لي انايا. كيدير هذا من يعني شامبوان منعم خالي من السيليكون. يعني الا كان عندك هيشان في الشعر هذا كينفع بزاف. وهذا تقريبا شريته بشي يمكن شي قريبه شي 28 بحال هكاك. مهم 28 درهم هذا الثمن ديالو. كاين هذا راكم عارفينه حتى هو،
هذا كادوم، هذا على حساب الدراري الصغار. فيه سميتو شريتو قريبا 15 درهم. فيه البيض يعني صفار البيض، وسميتو الاخر كما نقولوا حنايا هذاك الاخر كعافي الغسول. واحد الحاجه اخرى اللي هي هذا كنصحكم به، هذا خاص بالسيدات والأوانس. هذا هذه ماركة جديدة عاد انا شفتها سميتها بريفات. هذا كما نقولوا حنايا يعني صراحة هذه الماركة هذه عجبتني انا وبغيت نشريها. هذه الماركة هذه جاية من مصر، الكرة من مصر مكتوبة هنا لتحت. المهم راكو عارفين هادو خاصين بالبنات يعني بحال اولويز، ولكن القطن وزيني كيجيو على هذا الشكل هذا. فيها قريبه 50 حبه واعره البنات صراحه. بالنسبه للسيدات او الاوانس ما كيبغيوش كما نقولوا حنايا كل مره شري بكيه، هذه كتبقى اقتصاديه. فيها 50 حبه كما كتشوفوا، تقدروا ديروها مثلا يعني تشريو هاد البكيه هذه تدير قريبه 50 درهم وفيها 50 حبه. هي ماشي 50 درهم، هي كدير 48 درهم، قول قريبه 49 درهم، ولكن قولي قريبه واصله 50 درهم وصافي. يعني الا جيتي تحسبيها تلقاي هي هذاك الثمن. المهم هذه متوسطه الحجم بالاجنحه، يعني صراحه زوينه الماركه، واعره فيها القطن يعني كامله، يعني قطن طبيعي مزيانه. وكما نقولوا حنايا هادو كاع وريتكم هذه، قلت لكم انا هذه كي دايره صراحه. هذه اللمبه اللي وريتها لكم قبيله، كنظن الفيديو ما صورهاش. هذه لمبه صراحه فيها جميع لي مارك، تقدروا ديروها للدراري الصغار. الا كنتو مثلا كما نقولوا حنايا فيها واحد الكتيب هكا، كيجي واحد الكتيب فيها كتيب كدير هذه 30 درهم. هذه ماشي بالضوء، هذه غير بالحجر. الا كنتو مسافرين ولا ماشي شي بلاصه تقدروا ديروها، يعني فيها الحجرات و تخدموها هكا. كيكون فيها عاطينكم هنا بعدا اللمبه ديالها كما كتشوفوا، كيجي في جميع تقريبا الالوان، وكتبطاو هكا وصافي. ها هي مزيان. المهم بالنسبه لاخر حاجه اللي كنت باغي نوريها لكم انايا، اللي هي كما نقولوا حنايا المحفظه اللي قلت لكم انا غادي نوريها لكم. صراحه شي حاجه اللي هي مهم بالنسبه كما نقولوا حنايا الثمن ديالها راه ثمن في متناول الجميع. ما تشقايش يعني ديري كما نقولوا حنا ما تشقايش كل مره شري حاجه او لا شري كل حاجه بوحدها. هذه كتبقى اقتصاديه بالنسبه للمحفظات. صراحه محفظه اقتصاديه لقيت فيها كل شيء، يعني مكتوبه هنايا من الماركه ديالها لوكي سميتها لوكي. الماركه ديال المحفظه يعني كنجيب هاد لومبلاج، صراحه لومبلاج اللي هو زوين، حاجه زوينه. انا كنقول لكم هادو محفظات اللي خارجين جداد، راه غادي تمشيو للمرجان غادي تلقاو شحال من حاجه. كاين ديال 500 درهم، كاين ديال 600 درهم، كاين ديال 300، كاين ديال 400. نتو كل انسان يتمشى على قد جيبه، كنقولها على قد الميزانيه ديالو، لحقاش راه ماشي كلشي غني وماشي كلشي فقير. انا كنقولها لكم ولكن المهم الانسان يتمشى بالميزانيه ديالو. هذا الشيء كنقول انا دائما. كما قاله لبس قدك يواتيك. فيها 3 الحوايج شفتوا صراحه شي حاجه اللي زوينه. الثمن ديالها تقريبا جد مناسب للسيدات وربات البيوت، خصوصا اللي عندهم الاطفال. هذا هو لومبالاج ديالها، كتجيب كريطينه شي حاجه اللي هي زوينه. الثمن ديالها كيدير 200 درهم او لا 199 درهم، 199 درهم، يعني قريبه 200 درهم. يعني هي داك راه كيطيحوا لك هذاك الدرهم ولا ماشي مشكل. كتجي بهذا الشكل هذا. هذه ديال الجراير كما كتشوفوا، هذه ديال الجراير صراحه شي حاجه اللي زوينه عجبتني انا. وانا نقول لكم واحد الحاجه، وانا راني ماشي اول مره كنشري من مرجان محفظات، شريت شحال من مره. واحد النهار شريت من السوق كما نقولوا حنايا اولا مدينه، ما كملتش شهر ولا خسرت لي هذيك المحفظه. ولكن هذه 2 مرات، هذه الثاني مره كنشري من مرجان المحفظه راها عاد باقا عنده زوينه، غير هي صغارت عليه
راكو عارفين مع الدري كيكبر وهذاك الشيء صغارت عليه. دابا انا الكاليتي ديال المرجان اولا المحفظه الجلد ديالهم واعره البنات، كيجيبوا لك صحه حسن شي حاجه اللي زوينه وغادي تقعدي مده. بالنسبه للمحفظه كيجي على هذا الشكل هذا، فيها هادو ضروري، هي ماشي شي حاجه اللي كما نقولوا هاي، ولكن بالنسبه للثمن ديالها واللومبالاج ديالها وداك الشيء صراحه شي حاجه زوينه نقيه. الجلد ديالها راه زوينه. انا نقول لكم راه هذه ثاني مره كنشري محفظه من مرجان كتصدق لي احسن من المحفظات اللي كنشريهم مثلا من السوق. كنقول لك السوق كيجي بهذا الشكل هذا، فيه هذه الرسمه هذه، كيجي فيها هذا هذه كنقول لك اللي كتجر، محفظه اللي كتجر، كيجي فيها هذا لانش بوكس ديالها اللي هو ضروري. عارفون المدارس الخاصه كيطلبوا لانش بوكس، كيطلبوا الماكله ديالو ضروري، زعما كاينه راكو عارفين المدارس الخاصه خصك ضروري دير شي حاجه. ها هو صراحه كاليتي صراحه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، وما نقول لكمش الكاليتي ديالها تتبقى مده. ها هي كيجي بهذا الشكل هذا خفيف وزوين، والماكله ديالو كتبقى كما نقولوا حنايا الاخر ديالها، وكيتجي بهاد لاتروس. راه الا جيتي تقسمي 200 درهم على 3 راه غادي تلقى هذاك هو الثمن ديالك. نجيك الصراحه، راه هي لاتروس انا في المدينه راه كدير تقريبا 400 600 800، المهم حتى واصله تقريبا حتى ل 50 درهم تقريبا. انا نقولها لك الصراحه، هذه هي لاتروسه ديالها نفس الكولور نفس الجلد نفس كلشي نفس كلشي، كيجي صراحه واعر، يعني شي حاجه كما نقولوا حنايا اللي هي الطوب. كما كتشوفوا هادو هما الحويجات اللي شاركت معكم واللي وريتكم انايا. ما تنساوش كما نقولوا حنا اللي عجبتكم، بغيتوا شي حاجه، بغيتوا استفسار على شي حاجه ولا عجبتكم قولوها لي نشاركها معكم مع الاخوات ديالي. هذه هي كما نقولوا حنايا كما كتشوفوا الحمد لله. هذه هي التقضيه ديالي، وراه باقي عاد المصروف. راكم عارفين الدخول المدرسي كيبغي شويه ديال المصروف، كيبغي شويه ديال الحويجات ضروري كما نقولوا حنا، الكتوبه والدفاتر هذوك راهم جايين ان شاء الله بحول الله من بعد. المهم ما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو بحال هكا نبقى ندير معكم مره ندير معكم كما نقولوا حنايا الشوبينغ، شنو شريت شنو ما شريتش، شنو خصني شنو ما خصنيش. المهم نشارك معكم ان شاء الله بحول الله الفيديو، نشارك معكم مثلا المنتوجات اللي ان شاء الله اللي غادي تكون في الشهر الجاي. كل راس الشهر غادي نكون معكم المنتوجات اللي شريتها واللي ما شريتهاش. المهم نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك ديروا جيم، وكنتسنى منكم ديروا لي الاشتراك اللي ما اشتركش او اللي غير كيتفرج وما كيشتركش اشترك باش تطلع القناه. راكم عارفين راه مده طويله هذه والقناه باقا هي يعني ما كاينش شي حاجه اللي نقدروا نديروها كما كتشوفوا. يعني ضروري كما نقولوا حنايا خصنا شي حاجه تشجيع، خاصنا شويه ديال الدعم، خاصنا بزاف ديال الحوايج. المهم نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ما يعجبكم، وما تنسوش ديروا لايك وديروا اشتراك وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم، مرحبا الاخوات ديالي.